بالذات وأنا عيانة، أحب أغيّر كل يوم، قصّيت ضوافر إيديّا وضوافر رجليّا، أحب أكون نضيفة ومتبرفنة وكده أحُط تحت باطي كده مُزيل للعرق، أنعش نَفْسي، يعني أعقّم نَفْسي على طول، عشان أحس كده إن أنا إيه، وباقول الحمد لله إن ربنا بيدّيني الصحة حتى لو مش قادرة أعمل حاجة لنَفْسي، يعني لو باموت ومش قادرة أعمل حاجة لنَفْسي أهم حاجة أهتم بالنضافة. وقبل ما ييجي يعني الدكتور أي نعم أنا حتى يعني كنت حاطة الصورة وعينتها لقيت نفسي لابسة في الصورة كلوشار يعني لابسة بنطلون أحمر على بيجامة سودا، لقيت قُلت إيه ده هو أنا إيه اللي عاملاه ده؟ لمّا جسمي عرق قُمت لبست أي حاجة بس المهم أكون يعني نضيفة، نضيفة مش عايزة يعني كان في اليوم دوّة جسمي عرق أكتر من مرّة وغيّرت الهدوم دي وكنت لابساها قبل ما ييجي الدكتور، وبعد كده رُحت غيّرت البنطلون قُلت برضه عشان ييجي يلاقيني نضيفة sleeve عارفينه ده يا جماعة؟ ده جميل أوي، أوي، طبعًا مش هاخد منه ده بقى كتير، هاخد 2 أو 3 صراحة ده حلو أوي للستات طبعًا أنتم عارفين ده إيه ده يعني، هاخد واحدة كمان منه، حلوة أوي، 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 بدل ما الواحد يعني إحنا خلاص لا حياء في العين، بدل ما الواحد مثلًا يغيّر الكلوت 10 مرات في اليوم ممكن نحط ديّة في الكلوت للإفرازات اليومية وكده عارفين، هنا خدت منه 3 بس بانزّلي بقى البنطلون وكده عشان بقى أبدأ أعمل الراديو. نقعد حتى وانت عيانة بتفكري برضو بالبنطلون؟ هو انت اولياء ما بتنكسفيش على دمك؟ وقبل كده بتقولي هو انتوا عايشين معايا؟ اه، يعني بذمتك ودينك ما عندكيش حياء خالص؟ طب انا سايباكوا يا بنات عشان انا جبتلكوا حتة البنطلون ورجعت قالته في اللايف تاني، عشان ما تقولوش ان انا اللي بقول. انا ما بقولش حاجة، انا بجيب من فيديوهات الانسانة الزبالة اللي ما عندهاش دم، وبرضه طالعة تاني تتكلم في بلدها. يا بنتي انت خلاص انت عارة على مصر، فياريت ما تتكلميش على مصر. فَنت ونضّفت نَفْسي وكل حاجة، وغسلت أسناني قبل ما ييجي. لا يا حبيبتي، انت مش غسلتي اسنانك قبل ما يجي، ده هو لما شاف كمية البكتيريا اللي كان قبل من الفيديو ده اللي في اللايف، اول ما كشف عليكي فلاقيكي معفنة. ويمكن سمعت الفيديو بتاعي اللي قلتلك قومي اغسلي اسنانك بالفرشة يا معفنة، ماشي. وقال لبناتك كده لو انت ما بتفهميش قوي يعني فرنساوي، فقال لهم خلي والدتكم تستهم بالنظافة الشخصية، واذا انت عملتي بيها. فتح بُقّي وحَط إضاءة وشاف لساني، أهو، شايفين لساني؟ أهو، اللي أنتم بتقولوا لي كدابة، بتقولوا لي في المنتدى كدابة، أنتِ ما عندكيش حاجة، الدكتور أصلًا شاف لساني وكان أكتر من كده امبارح، لساني كان عليه كمية بكتيريا، ده هو امبارح حاول شوية ينضّف لي لساني بآلة من معاه ينضّف لي لساني من البكتيريا والفيروس اللي موجود في لساني اللي هو طالع هنا ظهرت الحقيقة بقى ووريتكم الوش التاني، لما واحدة كتبت لها ما تبطلي كلام في رضا وعبير، انت شكلك غيرانة منهم، فراحت فسلسلة سلسلة المرض طفشت منها وراحت مقلوبة ومدياكوا الوش الأساسي بتاعها اللي كان على الحقيقة. تعالوا نسمع ونشوف. عمّالة تكتبي لي غيرانة من قرعة وغيرانة من رضا، يا ولية روحي اتكلي على الله، واضح إن أنتِ القرعة وداخلة بaccount fake جرى يا ولية، بس والله لمّا أفوق للقرعة دي بُصّي لا إله إلا الله، ده هي مش خدت دواء عادي، ده هي خدت الدواء السحري يا بنات. قفلت اللايف من هنا وراحت فتحت لايف تاني بعد منها بشوية، وجايبه لها ازازة عصير تشربها رايب، واشتغلت بقى جابت عبير وجابت رضا وجابت الدنيا كلها والقلترية والدنيا كلها، قلبت الدنيا على. لمّا أفوق لها خلي بالكم من الحتة دي، هتعمل اسقاط على نفسها واللي حصل معاها مع شويشار في مصر. وجابت بنتها ازاي؟ الاولى انا ماليش دعوة، هي اللي بتقول مش انا اللي بقول، وهتنسب الكلام ده كله لعبير بس على نفسها. عار، هي جاية عار أصلًا القرعة جاية عار، كان أبوها وأمها لسه ما اتجوزوش أصلًا، فالقرعة أصلًا عار، عندِك تعب إيه يا هناء؟ عندي التهاب رئوي. Le sigarette, pas que le gâteau.
بتقولي كاس الاريتريه خلاص، وان شاء الله باذن الله هنطفي النار اللي في قلوبكم كلكم، لان الست دي هي اللي اذتني. وان شاء الله تعترف بقى بكل الاشرار اللي خلوها تيجي وتخش على المول وتجيب المصحف. لسه هعمل لكم فيديو يعني عجمي زي فيديو ايه يا اختي؟ اسمه عجبي، ماشي؟ مش عجمي. عجمي دي اللي في العجمي اللي في اسكندريه، واخده بالك؟ مش بقولك انتي مالكيش حل؟ لعبت بدماغهم برضو، مع انك انتي واللي حصل لك من الالتريه زي ما انتي بتقولي ما كنتيش تعرفي ايامها عبير، ولا كان عبير تعرفك. ودلوقتي نسبت المشكله كلها ان الالتريه هي اللي ايه عملت لك السحر. يخرب بيتك من حالك مالك. بيقولوا. بلح، هعمل لكم فيديو بلح. ف هروح وللست التانية دي المتخلفة بتاع غسيل أموال هروح أعمل فيهم، فاستنوا بس هعمل لكم الفيديو عشان مش قادرة أتكلم في اللايف. تمام. وهنجيبها كده في ساحة يضربوها 20 جلدة ولا 50 جلدة ولا 60 جلدة لحد ما تنطق. جايالك يا أرترية، جايالك قريب جدا جدا جدا. ما احنا قلنالك هاتي حقك يا اختي، ويا ريت بعد كده اما تعملي بلاغات زي ما طولت النهار تطلعي اوراقك ومستنداتك ودنيتك قدام الناس. يبقى ورينا يا بت اللي انت بتعمليه عشان الناس تصدقك يا كدابه كدبة الابل. ليكي كام سنه ما رحتش السعوديه؟ كل يوم تقولي هعمل واعمل، وبعدين يجلدوها ليه يا اختي؟ ان شاء الله 100 جلد. زنت ولا ايه؟ والله ما هحلك، مش هحلك. هاجي أقضي مناسك العمرة وهرفع قضية، تمام، على كل اللي عملتيه فيا. ومعايا فيديوهات المول ومعايا كل شيء، معايا رقم تليفونك. يعني مش عبير اللي اذيتك يا بت؟ يا منار، يا اللي النار تهرف قلبك. يا لهوي يا بنات على كل اللي قالته على عبير. هو ده اللي هي عملته بلسانها مع الطيار. انتظروني في فيديو بعد ده. فلازم بقى ايه يجيبوكي عشان تقولي مين اللي كانوا مسلطينك عليا، تيجي تقولي الحقيقة كلها. السحر هو سبب مشكلتك؟ هي هتسحرك بناء على ايه؟ او ليها ايه عندك علشان تسحرك؟ اه طيب، سؤال تاني. هي عبير ما ظهرتش كمان في السحر هي ورضا؟ يعني ما هم دول اللي خربوا بيتك؟ انت قلت باعترافاتك وبلسانك اللي خرب بيتك السحر. خلينا ماشيين معاكي. طب وعبير ورضا راحوا فين؟ تعالي نكمل. مش بقول لكم ست مجنونه؟ حياتك، ايوه السحر. انا عندي مفاجأة ليكم، هبقى اعمل لكم فيديو اقول لكم على المفاجأة دي، مش هقدر اتكلم في اللايف عن السحر ده، وهقول لكم هنعمل ايه في السعودية ان شاء الله بإذن الله. صعب حاجة عندي ان انا اخش الحمام دي والله. امبارح عارفين حصل. لما قالت ان صعب عليها تدخل الحمام، هفكركم بحته كده وركزوا فيها كويس. فاكره عليكم لما زياد اما حصل لها اختناق في الحمام، هتبتدي ترسم الدور على المغيبين اللي عندها، وتفتكر قصة أم زياد واتخنقت في الحمام بسبب البخار وبسبب اللي حصل لها عشان تسرح بالقطيع اللي عندها وتستقطب منهم الاستعطاف. ايه، قلت يا بت قومي بقى خدي دوش. قمت عشان اخد دوش بالليل، والله زي ما بقول لكم كده. وكنت مستحلية أوي المية السخنة، مش عايزة أطلع من تحت المية السخنة. فضلت تحت المية السخنة تحت المية السخنة، وبعد كده فجأة لقيت إن أنا بدأت أفقد الأكسجين. والله زي ما بقولك كده، أقسم بالله العظيم. تحت الدوش بدأت أفقد الأكسجين ومحسيتش أي نوع من التنفس. وأول ما حسيت إن هيغمى عليا في الدوش، لأني قعدت كتير تحت المية السخنة. أول ما حسيت إن أنا هافقد الوعي وحاسة إن أنا هييجي لي بقى يعني ما حسيتش بأكسجين بقى، خلاص حسيت الأكسجين فقدته تحت الدوش. رُحت على طول لبست البورنوس وطلعت، والله قعدت بُصّوا كده فتحت الشبابيك كلها. يا لهوي اروح منك فين ومن الافلام الهندي بتاعتك يا وليه؟ هو في حد في الدنيا بيبقى بيستحمى تحت الدش والبخار يختي بيروح وبيبقى هو بياخد باله من ان خلاص ابتدى يفقد وعيه؟ كان الناس يا اختي اللي اختنقت في الحمامات كان لحقت نفسها. يا كدابة كدابة الإبل،
علشان لما البني آدم بيحصل له اختناق ما بيبقاش حاسس بنفسه أصلا. فانتي حبيتي ترسمي على القطيع اللي عندك، فاشتغلي بقى. مش لاقية تنفس، قعدت كده لحد الساعة 2 أو 3 الصبح. ما شاء الله، مش لاقية تنفس لغاية من الساعة 2 لغاية الساعة 3 الصبح؟ ما شاء الله، ده انت روحك طويلة قوي يا بت. ايه يا قطيع اللي عندك؟ معرفش، انت بتسرحي بيهم زي ما قلت قبل كده. الست دي بتعمل تعويذة قبل ما تطلع على الانترنت، بتسحب الناس لها. هم على نفسي صح. والله بفكر اشتري بيت في الريف، والله العظيم. عايزة تشتري ايه يا فوزية؟ عايزة تروحي فين يا فوزية؟ تجيبي حصنة وتجيبي حمير وتجيبي بيت في الريف؟ الله. امال يا بنات الكارد اللي عمال شغالة فيه طبلة وماسكة الطبلة والطار، فين الكارد؟ ما سألتوش نفسكوا فين الكارد؟ ما هو الكداب نساي. فرنسا حلوة. اللي انت حاطاه في شفتك مالكيش دعوة، حاطة اللي حاطاه، وانت مال ابوكي، مال ابوكي. وانت فاكراني عشان عيانة مش هعرف ارد؟ لا، ده انا لسه هفوق لكم. رأيكوا في القلبة اللي انتوا شفتوها؟ واحدة سألتها بتقول لها ايه اللي انت حاطاه في شفتك؟ اتقلبت القلبة وصحيت من الفيلم اللي عاملاه وظبطت حالها في الآخر. انا نفسي ما اعرفش قصتي ايه، انا ما اعرفش قصتي ايه. انا نسيت. ومن هنا هتبين الجوع بتاعها، الجعانة اللي ما نزلتش مصر بقالها 3 سنين وجايبة مضاد حيوي وبتاخد منه ومنتهي الصلاحية، لأنها إنسانة بخيلة وجلدة ومعفنة. فبدل ما ترمي الدواء اللي انتهى الصلاحية بتاعته بتبلبع فيه. وأنا قلتلك عند مصر وستوب، استنوني بعد المقطع. مضاد حيوي مصري. قال لي مضاد حيوي ايه؟ قلت له مصري ايجيبسيان. قال لي وريهوني كده، وريتهوني. قال لي انا اول مره اشوف المضاد قلت له اول مره واخر مره، اصل الادويه المصريه يا بتموت يا بتخفف. قال لي ازاي يعني؟ قلت له هو كده، احنا في مصر الدواء يا يموتك يا يعيشك. قال لي بقالك كام يوم بقالك كام يوم بتاخديه؟ بتضحك على خيبتها لأنها أخدت العلاج منتهي الصلاحية المعفنة النتنة. وأنا يا زبالة بقى وقفالك. كل العلماء والدكاترة طالعين من مصر، بس للأسف زي ما طلع منهم فيفي عبده برضه لها الاحترام، لكن انتي طلعتي أنيل وأدل سبيل. فياريت ما تحكميش على مصر وما تجيبيش سيرتها على لسانك، لأننا كلنا نتبرى من أشكالك. قلت له بقالي 4 ايام. ده كمان مدة صلاحيته منتهية. قلت له ايوه. قال لي توقفوا لي تماما ده؟ توقفيه تماما؟ قلت له لا اوقف، انا اصلي كنت مستخسراه عشان. قال لي انت اخر مرة نزلتي فيها مصر امتى؟ قلت له لا اعتقد باخر مرة كان من 3 سنين، يعني اللي في مصر بيموت ببطء. طولت على نفسي، قعدت اقول ياه، رحت على مصر جبت ادوية قد كده وما استعملتهاش. مفيش فينا حد يعي عشان نستعملهم، حرام نرميهم في الزبالة. راح ربنا قال لي لا، وعلى ايه؟ تعالي يا حبيبتي. Sigarette pas que le gâteau. تقولي قعدت ايه؟ قعدت افول على نفسي بعيد عنكم، واقول انا جايبه شنطه دواء، وتعبوني في المطار عشان وبلغوا عليا، بلغت. انتي بلسانك قلتي جايبة شنطة دواء. شنطة دواء، وأي حد بيسافر هيفهم معنى كلامي. ممنوع أي حد ينقل دواء من مكان لمكان، ومش بالكمية اللي انت اتكلمتي فيها في اللايف. فإذا هم يشكوا فيكي ويحققوا معاكي، مش معناها ان حد بلغ فيكي يا هبلة. شنطه الدواء، شنطه الدواء، شنطه. ما صدقت، قعدت اقول يا ربي شنطه الدواء دفع فيها فلوس، مفيش فينا حد عي عشان نستعملها. خسارة الفلوس اللي دفعتها في الشنطة، جايبة كتير مضاد حيوي وجايبة كتير مسكنات وجايبة كتير خافض للحرارة. صعبانة عليا الشنطة دي. فتقولوا كده يعني، بصوا يعني، ربنا ما حبش يزعلني، طلعتها واستخدمتها. وايه، وكل معايا افرح اجري اخد مضاد حيوي بسرعة، اقول يلا عشان اخلصه.
يلا فاكراه برتقان، فاكراه تفاح. ومن هنا هتبتدي تتمقلت وتقول دخلت الصيدلية وعملوا لي تعظيم سلام عشان أخدتي منهم أدوية كتيرة. يلا يا نتنة يا معفنة يا جربوعة يا زبالة المجتمع، ما أقدرش أقول أكتر من كده. يلا نسمع الزبالة هتقول إيه. دخلت الصيدلية زي ما كنت دخلت سوبر ماركت، قلت له اديني 2 كيلو اديني 2 كيلو لو سمحت مضاد حيوي، على 2 كيلو مسكن للألم، على 3 كيلو خافض للحرارة. بصراحة الصيدلي ما كان عايز بُصّوا يعني الصيدلي قال لي: "يا مدام يعني هو في إيه؟" قُلت له: "لأ، ده أنا مسافرة برّه." وبلسانك اعترفتي إنك واخدة كميات كتيرة من الأدوية، وأي حد بيسافر من دولة إلى دولة ممنوع إنه ياخد أكتر من الدواء معين، علبتين أو 3 لو معاه روشتة. يعني لا حد بلغ في مطار ولا حد مسكك يا معفنة يا كدابة. أقول له: "قال للواد الصبي هات لها كرسي، هات كرسي للمدام يا ولا." وجابوا لي كوباية شاي، جابوا لي كوباية جابوا لي كوباية أنا داخلة الصيدلية مش باخد دوا، الواحد بيخش يقول 2 كيلو برتقان، 3 كيلو تفاح، لأ ده داخلة باخد باقول لكم جايبة شُنط، أنا جايبة شُنط. جاية وباقول إيه لو مرضت يبقى معايا دوايا، عشان هنا صعب يكتبوا على مضاد حيوي، هنا الدكاترة بيغلبونا عشان يكتبوا على مضاد حيوي، لازم تبقى عيان أوي عشان يكتب لك على المضاد الحيوي. أمّا كنت أخواتي كلموني امبارح قالوا لي: "إحنا عايشين على إحنا عايشين بالدوا." قالوا لي: "ربنا يستر علينا من المسكنات اللي بناخدها في مصر." وانت بقى يا حلوة ما كنتيش بتاخدي مسكنات في فرنسا يا اختي؟ وبلسانك انت اللي قلتي ان رضا هو اللي خلاكي تبطلي عشان كان عندك حالات نفسية، ولا ايه رأيك؟ ما كنتيش بتاخدي الامراض قصدي الادوية والمسكنات والمهدئات، ولا ايه ظروفك؟ ولا استنوا يا بنات اخد تاكسي اروح اجيبها لكم الحتة دي وارجع؟ استنى. كنت يعني ادّوني زي أدوية علشان كان بييجي لي كوابيس كتير، ومرّيت بفترة وحشة جدًا في حياتي، وخاصةً قبل ما أتجوّز رضا، جات لي صدمة كنت حكيت لكم عليها، إن كنت هاتجوّز واحد من قرايبنا وما تمِّتش، وجات لي فترة كنت كتير تعبانة نفسيًا، إن في حاجات كنت بابقى عايزة أعملها وما بتتمِّش في حياتي. أول ما اتجوّزت رضا أول حاجة يعني شافني أو لفتت نظره لقاني باخد بعض البرشام بتاع النوم والمهدئات دي، قال لي: "لازم تمنعيها." قُلت له: "لأ يا رضا أنا متعوّدة عليها." قال لي: "عشان خاطري امنعيها." قُلت له: "ما ينفعش، لازم على الأقل أمنعها باستشارة طبيب." ومن هنا بقى هتبتدي تشتغل على سوريا وعلى حقنة سوريا، زي ما اشتغلت على أبشيط وعلى مصر حقنة أبشيط اللي كان كل الناس بتروح تاخدها. استنوا اجيب لكم تاكسي وارجع بعد ما تقول لكم على سوريا انها بتعالج بناتها بحقنة واحدة. الحيوي. في سوريا بقى كانوا بيدّوا المضاد الحيوي على شكل إبرة لبناتي، كل ما بناتي يعيوا أروح بيهم عند الدكتور قبل ما أقول له فيهم إيه بيكون بيحضّر إبرة المضاد، يعني في سوريا بيعالجوا بالإبرة، روحي على الصيدلية ادّي إبرة مضاد، أسرع شيء إبرة مضاد، إبرة مضاد. من هنا ما خدتوش بالكم من الحوار اللي قالته على سوريا؟ طب تعالوا ما اجيب لكم الحوار بالظبط لما كان طالعه على رضا وتقول لهم ده انتوا بلدكم ما فيش غير هي حقنه شغالين بيها في الصيدليه، كل ما يجرى لنا حاجه نروح على الصيدليه عشان ناخد حقنه. تعالوا اجيب لكم المقطع، هاخد تاكسي وارجع بسرعه. أنا كل ما أقول أي أروح على الصيدلية طابور، في الصيدلية طابور، كل واحد واقف، اللي شايل ابنه واللي شايلة بنته العيال كله بيعيط، ونفس الإبرة اللي بناخدها في الصيدلية بياخدها الكل، عيان طفل كبير صغير، في واحدة واقفة في الصيدلية وفي مساعدة ليها حاطة الصندوق بتاع الإبر، والتانية لا مؤاخذة السرنجة بتفتح بتعبي لها. في مصر بيدّوا الدكاترة مضاد حيوي، إبر برضه إبر وبتاع وبراشيم، بيدّوا بكل سهولة، هنا لأ. ومن هنا هقول لكم مع السلامه يا بنات في فيديو جديد ويوم جديد، وهجيب لكم كل الجديد عندنا احنا وبس، والباقي خاص. يلا سلام. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس وكومنت حلو من اخواتي وحبايبي الحلوين.